لقيت طالبة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة، وكانت تزاول دراستها قيد حياتها بجامعة محمد الأول بوجدة. مصرعها قبل قليل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها أثناء قفزها من علو مرتفع رفقة إحدى صديقاتها، فيما لا زالت صديقتها البالغة من العمر حوالي 24 سنة تتابع علاجها بالمستشفى المذكور. وكان حي القدس المتواجد بمحيط جامعة محمد الأول بوجدة قد شهد أول أمس السبت حادثا مؤلما، لما قامت طالبتين من القفز من سطح المنزل خوفا من اندلاع حريق جراء انفجار سخان الماء، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة بأنحاء متفرقة من جسديهما. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.